الحمد لله دائمًا وأبدًا. لاحظوا يا بنات هذا الطفل طبعًا هو كان يلعب هو وأخته يعبّوا الإبر ماء وكل واحد يرش الثاني، الأخت أخطأت بدل ما تعبّي الإبرة ماء راحت عبّتها خَل، شوفوا كيف العين تضرّرت، يعني فعلًا تضرّرت بقوة. طبعًا هذه إمم، الصور إمم، بعد ما أخذوه المستشفى وقالوا إن القرنية شِبه تالفة ويحتاج إلى زرع قرنية في الخارج، وأنتم عارفين تكلفة السفر والعلاج في الخارج. طبعًا الأخت تواصلت مع الأم عفوًا تواصلت مع الأخت عزيزة وهي من الفريق، فالأخت عزيزة طبعًا نصحتها بالريشي وعرف الأسد وتدليك بسيط حول الجفن بزيت جان، طبعًا ما كان متوفر هذيك الفترة إلا الريشي، بدأت بالريشي إلى أن توفر عرف الأسد، طبعًا ما عاد قدرت تاخذ زيت جان وكانت تدلك بزيت زيتون العضوي. طبعًا الحمد لله رب العالمين تقريبًا في خلال شهر بعد فضل الله سبحانه وتعالى، الأم تتصل على الأخت عزيزة وتبشرها إن الجفن افتتح، وبدأ الطفل يشوف بشكل تدريجي بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعًا بشكل يعني كبير جدًا، وهذه الصورة إن شاء الله الآن الصورة اللي حتنزل لكم هي بعد استخدام المنتج. لاحظوا كيف إنه الجفن افتتح إمم، القرنية أيضًا إمم. بانت ما شاء الله تبارك الله ظهرت، وبدأ الطفل يشوف. لاحظوا هذه الصورة، هذا طبعًا بعد استخدام المنتج. طبعًا هو الطفل الآن ما زال في مرحلة التشافي إن شاء الله، دعواتكم له بتمام الشفاء والعافية.